بعد موسم خرافي للمحترفين المغاربة والإنجاز التاريخي في كأس العالم، ميركاتو سيكون مشتعل للعرب وبالخصوص المغاربة. في هذا الفيديو سوف نقدم لكم أقوى 5 صفقات قد تحدث للاعبين المغاربة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، ومرحبا بكم. أول لاعب هو يوسف النصيري. بعد الأداء الكبير مع إشبيليا والفوز بالدوري الأوروبي هذا الموسم، أصبح يوسف النصيري هدفا للأندية الإنجليزية منها ويست هام، الذي يرغب بقوة التعاقد معه بعد أن قدم له عرض في الانتقالات الشتوية، لكن النصيري رفضه، وذلك من أجل مساعدة إشبيليا للبقاء في القسم الأول، ولهذا سوف يحاول نادي ويست هام تقديم عرض آخر في هذه الانتقالات الصيفية. نادي توتنهام يرغب هو الآخر في التعاقد مع النصيري لتعويض رحيل هاري كين المحتمل هذا الصيف، لهذا النادي اللندني يطمح للتوقيع مع مهاجم. اللاعب الموالي هو سفيان أمرابط. بعد الأداء البطولي في كأس العالم في قطر والأداء الاستثنائي مع فيورنتينا هذا الموسم في الدوري الإيطالي، أصبح أمرابط أكثر لاعب مغربي يجذب انتباه الأندية الكبرى. نادي برشلونة وضع أمرابط في لائحته لتعويض سيرجيو بوسكيتش، ويبقى خيارا واردا للنادي الكتالوني. هناك أيضا نادي ليفربول الذي يطمح في التعاقد مع لاعب ارتكاز، ذلك بسبب تراجع مستوى البرازيلي فابينيو هذا الموسم، ووضع أمرابط ضمن خياراته. حسب الصحافة الإنجليزية، فنادي مانشستر يونايتد بدأ اتصالاته للتعاقد مع أمرابط هذا الصيف، وهناك أيضا نادي توتنهام وأتلتيكو مدريد. فأمرابط يعتبر من أفضل لاعبي الارتكاز في العالم. من في نظركم سيتعاقد مع أمرابط هذا الصيف، وما هو النادي المناسب له؟ اللاعب الموالي هو نايف أكرد، الذي قدم هو الآخر أداء رائعا مع المنتخب المغربي. أكدت الصحافة الإنجليزية أن يورغن كلوب يريد التعاقد مع أكرد من أجل تعويض الكاميروني ماتيب، لكن الصفقة معقدة وصعبة للغاية، لأن ويست هام لن يسمح لأكرد بالرحيل إلا بوصول عرض كبير، لأن أكرد يقدم أداء رائعا مع النادي اللندني وأصبح ركيزة أساسية في التشكيلة. ياسين بونو أفضل حارس في الدوري الأوروبي يجذب اهتمام عدة أندية، آخرها ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد معه لكن كبديل لكورتوا. مان يونايتد أيضا يرغب في التعاقد معه بعد الأداء المخيب لدخية هذا الموسم، وهناك أيضا نادي توتنهام الذي يرغب في التعاقد معه من أجل تعويض رحيل الفرنسي هيغو لوريس عن النادي اللندني. ما هو النادي الأنسب لياسين بونو في نظرك؟ أم الأفضل له البقاء في إشبيليا؟ حكيم زياش أصبح مؤكدا أنه سوف يغادر تشيلسي هذا الموسم، خاصة بعد المعاناة الكبيرة التي عاناها بجلوسه في الاحتياط طيلة الموسم، لكن وجهة زياش المقبلة غير محددة بعد ذلك، لأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد معه، أبرزها AC ميلان الإيطالي الذي يعتبر زياش أولوية هذا الصيف. وهناك أيضا حسب الصحافة الألمانية نادي بروسيا دورتموند الذي وضع زياش في خياراته لتعزيز الفريق، وكذلك هناك الفريق التركي بشيكتاش الذي يريد التوقيع مع زياش ووضعه ضمن خياراته في هذه الانتقالات الصيفية. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، ونراكم في الفيديو القادم عن انتقالات اللاعبين المغاربة، لأن الميركاتو الصيفي لم يبدأ بعد.